السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد غنشوفو معاكم سمن معمر في الفران. كيجي رائع البنات، جربوه، كيجي مقرمش وكيجي زوين. كنحتاجو للدقيق، درت 2 زلايف ديال الدقيق ودرت زلافة وحدة ديال الفينو وشوية الملحة، شوية الخميرة، غير معلقة صغيرة، غير شوية، وشوية ديال السنيدة، شوية سكر سنيدة، غير شوية باش كيعطي ديك الحمورية، والما دافي. كنعجنو الخليط ديالنا باش نحصلو على عجينة ما تكونش قاصحة بزاف وما تكونش، المهم تكون عجينة مزيانة متوسط ما بين شوية قاصحة وشوية رطبة، يعني ما تكونش بزاف رطبة بزاف قاصحة كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنعجنو مزيان الخليط ديالنا. اللي عندو العجانة راه غيستعمل العجانة احسن، اللي ما عندوش يعجن غير يدويا، راه كتخرج زوينه صراحه. وصفه كنتمنى تجربوها، وصفه زوينه بزاف خاصه في رمضان ان شاء الله ما بقى لي والو هو جاي. وصفه زوينه بزاف، كتعمريها باللي بغيتي، كتعمريها بالفيغميسيل مع الخضره، الفيغميسيل مع الطون، الفرماج اللي متوفر عندكم كتعمروا به. كما كتشوفوا معنا ها هي كنعجن مزيان العجين، كما كتشوفوا ها هي العجين كيفاش دايره، شتو رطبه شويه وما قاصحاش بزاف. دونك الحشو هو الفلافل وشويه وبصله وشويه ديال الربيع مقطع، كنديروا شويه البزار، شويه الملحه وزبيته وكمون وشويه التحميره، شويه ديال العطريه ديال الدجاج. انا درت العطريه ديال الدجاج حيت ما درت لا كفته لا حتى حاجه، شويه د الهريسه، كل واحد والمتوفر عنده غيعمر به. الدجاج حاره بزاف درت غير شويه، وواحد الطامه ديال الدجاج اللي بغى يديرها اللي يعني اللي بغى يعمر بالدجاجه ولا بهذا راه ماشي مشكل، يعمر باي حاجه بغا. نزيدو شويه الفرماج غابي حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع جدا. هو كيف ما كتشوفوا الحشو ديالنا واجد. والعجينه خليتها ارتاحت شويه، ضروري تخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. بعد ما ارتاحت كنقسمها على 4 ديال الكويرات، كندير شويه ديال الفينو، كنخلطو بعدا مع شويه الخماره، نص خماره مثلا، وشويه ديال المايزينا كيعطيها القرمشه زوينه بزاف. وغنحتاجو الزيت مخلط مع الزبده، اللي ما عندوش الزبده راه ممكن يستغنى عليها ويدير غير الزيت. كنديرو شويه ديال خليط الزيت والزبده، كندلكو ديك الكره اللي هي الزينه، الكره الاولى ندلكوها مزيان بالزيت والزبده. كنديرو شويه ديال الفينو مع المكونات اللي قلت لكم اللي هي المايزينا وشويه الخماره عفوا. غندلكو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، حتى كنرقوها كما كيظهر لكم في الشاشه. من موراها غنصايبو بحال المسمنه عاديه، يعني غنطويها من 2 شواي، نصايبها بحال على شكل مستطيل. من بعد ما صايبت 4 الكرات على هاد الشكل، خليتهم ما ارتاحوا شويه وكملت. ودابا كندلك هذوك المسيمنات على شكل مستطيل، كندلكهم مزيان وغنقطعهم على 4، نقطعوهم على 4 وناخدو كل وحده ناخدوها نعمروها بالحشو ديالنا. حنا عمرناها وكنطويوها من الجناب على شكل، تجي على شكل مربع كيف ما كتشوفوا، بحال شي انفلوب ولا شي بريه كما كتشوفوا نفس الطريقه. ونديرو زيتونه الوسط كيجي رائع بزاف.
و إلى فيديو قادم إن شاء الله. هانتوما كيما كتشوفوا جا على هاد الشكل، جا مقرمل مقرمش زوين بزاف. بصحتكم وراحتكم، إلى فيديو قادم.